والسلام الله عليكم يا جماعة الخير، ما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. خوتي خواتاتي، هاني جيت اليوم جيب لكم معايا قصة رعب، ماشي بحال قصة أمي نعيمة. اليوم غتكون قصتنا مختلفة بزاف، قصة واحد الجنية اللي بني آدم هدر لها على ولدها وأداه ليها، ولكني في الآخر انتقمت منهم شر انتقام. داكشي اللي ما كانش على بالهم هو اللي وقع لهم. قبل ما نمشيو نتسلطوا لقصتنا سيادي، غادي تجيب لي معاك واحد الكاس ديال القهوة، حطوا لي حداك ودير شي كيتمان يكونوا كيسمعوا مزيان، وجلس فشي بلاصة ما يكونش فيها الصداع، حيت هاد القصه هادي بالضبط داكشي اللي غادي يوقع في الاول ماشي هو داكشي اللي غادي يوقع في الاخر. داكشي اللي غادي نبغيك تجلس فشي بلاصه وتكونسونطرا معايا مزيان وعطيني عقلك مزيان. الا كنتو موجودين يلا كاملين نتصنتوا لقصه الجنيه. القصه ديالنا غتبدا مع العربي، واحد الدري اللي كان فلاح وكيخدم مع الوالد ديالو. العربي كان واحد الولد اللي مجتهد وكيبغي داكشي اللي كيدير. واحد النهار كان خدام في الارض بحال ديما، مخرج الغنم كيسرحهم، وهو جالس مقابلهم حتى كتبان ليه واحد المعزه تات على الغنم ديالو. والغريب في الامر ان العربي ما عندوش شي معزه كحله في وسط الغنم ديالو. ناض باش يشوفها وهو غادي كيقرب ليها، حتى واحد شويه غبرات ما بقى كيبان ليه والو، رجع لبلاصتو، اللي هز اللي هز راسو عاود تاني بانت ليه. العربي في هاد اللحظه ما فهم والو، ولا كيقول مع راسو منين جاتني هاد المعزه وكيف دارت حتى دخلت في وسط الغنم. شويه العشيه تعاشات، قربت تدوي المغرب، ناض كيجمع البهايم ديالو بيمشي في حاله. برزطاتو ديك المعزه، ما عرفش منين تسلطات عليه، ناض كيجري عليها وهو باش ما كيجري عليها وهي كتخشى ليه في وسط الغنم. العربي هنايا بقى كيجري عليها، ما خلا كيف دار معاها، عصباتو ويهز واحد العشره ويزف عليها بها. منين ضربها جات هاد الدقه في رجليها، طاحت في بلاصتها ما بقاتش قدرت تتحرك. هي هاديك سيادنا. العربي جمع الغنم ديالو وتحرك في حاله، وهو غادي في الطريق دار باش يشوف ديك المعزه واش باقي حيه، ولكن الدورة اللي دار ما لقى والو، لقاها غبرات. منين غادي في الطريق وهو نفسه ما مهنياش، غادي وكيحس بحال شي حد غادي من وراه، ولكن منين كيدور ما كيلقى حتى شي حد. هنا بدا كيكبر في خطاويه وكيزرف في المشيه. راكم عارفين بنادم قاعد في الخلا وغادي بوحدو، والعشيه تعاشات والطلنطاح، قضيه صعيبه شويه. هنايا العربي وصل للدار، دخل دارو راسو، وهو داخل حتى كيسمع مرتو كتوجع والقابله معاها لداخل. بقى جالس كيتسنى شويه وتخرج عنده القابله. قالت لي ما عرفتش بغيت نقول لك، واش نقول لك على سلامة مرتك ولا البركه في راسك من جهه ولدك. الولد سيادنا كان ميت، ما بكى ما تحرك، وامو لداخل كتبكي وكتغوت على جهدها. منين سمعها العربي كتغوت هكاك دخل عندها كيواسيها وكيسكتها. لا تخرج عند القابله وهو يطلبها تغسل داك الوليد وتكفنو. قال لها عافاك الا ما غطيه بشي حاجه وراه تطيح دمو هنايا. داكشي اللي دارت. وصل الليل لباتو العيات، راكم عارفين العيا والصداع ديال الولاده، عاد زيد عليها الترزات في ولدها قدامها، باقي ما فرحات به ما والو. نتاتها عينيها، قالت من بعد ما تنص الليل ودازو السوايع شويه حتى كتسمع التربيه اللي حداها اللي كانت مكفنه ومغسله كتشهق وكتغوت. ما فهمات والو، كيبان لها الولد رجعت فيه الروح. الحمد لله عاش، كان عيان بزاف، ما بغى ياكل ما بغى يرضع، ما بغاش حتى ينعس الليل كامل هو في ديك الحاله، لدرجه انني حملت بختو وولدها، كبرات ولات بخير وعلى خير، وهو باقي على داك الحال، لا حركه ولا سكون. هنا دخلها الشك بزاف، عيات ما تصبر شويه سيدنا وهي تعيط للعربي. قالت لي دخل بغيت نهضر معاه. قالت لي واش دابا هاد الولد اللي في هاد الحاله هادي واش غادي نخليوه هكا، شنو غادي نديرو ليه؟ قال لها انا براسي ما بقيت فاهم والو، واش 3 سنين كامله دازت وهاد الولد غير ناعس وحال العينين، ما باقي عرفناه واش حي ولا ميت. واحد النهار جاب نهار السبت، جالسه كتبدل لي حوايجو كيف ديما، حتى كتسمع واحد الصوت جاي من الكوزينه. ناض باش تشوف شنو واقع. الدخله اللي بغات تدخل حتى كتلقى واحد المراه واقفه في القنت ديال الكوزينه، ما قداش تصبر، فشلو عليها رجليها لدرجه ما بقاتش عارفه الضو فين كاين. الباتول ولات كتسمع الصوت كل نهار في نفس الوقيته في نفس البلاصه، لدرجه انها ما بقاتش قادره تدخل لديك الكوزينه. شافها العربي في ديك الحاله ما بقات لا كتهضر لا كتنعس، تبدلات بزاف. جا عندها هو يسولها، قال لها مالكي ياك شي باس ما كاين، شنو واقع مالكي وليتي هكا؟ قالت ليه ولا معنا الزايد في الدار وانا ما باقي غادي يزيد فيها حتى شي دقيقه. قال لها قولي لي بعدا شنو واقع، على من كتهضري فهميني بعدا. وهنا سيادنا عاودت ليه كلشي بالتفصيل. قالت ليه مع 12 ديال الليل وكل نهار كنسمع الصداع وشي حد كيتحرك في الكوزينه. منين مشيت نشوف كنلقى واحد المراه كبيره واقفه في القنت اللي حدا الثلاجه، لابسه كلشي بيض وجهها مغطى بشعرها لدرجه ما كتقدرش تشوف الملامح ديال وجهها، وهزه واحد العصا. ما كتهضرش معايا، كتبقى غير كتشوف فيا وشوفاتها كيخلعوني بزاف.
العربي هنا سيادنا شاف حتى هي، هو يهز مرتو وولادو وهو يخوي ديك الدار. مشاو سكنوا في دار اخرى، بقاو فيها تقريبا شي شهر، كلشي كان مزيان. حتى لواحد النهار في واحد الليله، مرت العربي كانت ناعسه حتى كتسمع صوت ديال المراه كتبكي في وسط قاع الدار. خرجت من البيت، طلع اللي طلات كتلقى نفس المراه، ولكني هاد المره ماشي بحال الجن. بدات كتخنزر فيها بحال ما حاملاش. هنايا الباتول بلا ما تشعر بقات كتبكي وكتغوت على حر الرجال، وكتقول لها شنو درت لك حتى معذباني بحال هكا. العربي كان ناعس حتى سمع داك الغوات، هو ينوض كيجري، مشى عندها هو يلقاها سخفات. اللي غد ليه هو يجيب واحد الفقيه للدار. تصوروا معايا سيادنا الفقيه خدام كيقرا، وديك المراه واقفه وحاضره معاه، حتى واحد ما كيشوفها من غير الباتول. القرايه خدامه وهي ما تحرك وما وقع لها والو، وما دارت حتى شي حركه ولا غير شي مره باش يعرفوها انها راه مسكونه. سال الفقيه القرايه، هو يمشي عنده، قال لي هاد المراه ما فيها والو، هاك عتا هاد الماء تشربو وان شاء الله غتولي بخير وعلى خير. راه غير كتبقى تخيل، ما تعودش تخليها بوحدها. بقاو عايشين سيادنا هكاك، وداكشي اللي كان قالها داك الفقيه هو اللي كتجي. حتى لواحد الليله، واحد الليله كانت مشؤومه، كان فيها الرعد والشتا والبرد. كانت الباتول بالفياق والنعاس. شويه وهي تدخل على هذيك المراه للبيت، وهي تمشي وهي تجلس لها حدا ولدها. بدات كدوز عليه بيجيها وكتسولها عليه وكتشكرها بزاف، حين تعاملاتو وتهلط فيه. في هاد اللحظه منين سمعت ديك الهضره وشافت داك المنظر، ما باقي فهمات والو، تصدمات، بقات ساكته. قالت لها غدا بين المغرب والعشاء غتهزي هاد الولد وغتدخليه لكوري، غتمشي لديك السريه اللي كاينه في الوسط وغتحفري واحد الحفره وغتدفنيه فيها، ولكني بشرط خلي راسو كيبان. وإلا حطيتيه ودرتي هادشي اللي قلت لك، عطيه بدارك وسيري، ما تدوريش تشوفيه فيه حتى لغد ليه عاد رجعي. وإلا لقيتي الولد كاين راه ديالك، ولكن الا ما لقيتيهش عرفي راه كان مبدل ودابا راه رجع لبلاصتو. الباتول ملي سمعت ديك الهضره رفضات، قالت لها لا، هذاك ولدي وما غاديش نديه لتماك. قالت لها اختاري، يا اما الولد يا اما باه، اختاري واحد في الجوج، انا راه جاي ننتقم وناخذ حقي. حين راجلك واحد النهار كان اذى ليا ولدي. شافت الباتول حتى هي تقول لها ما نضحي بالولد ولا نضحي بالراجل. هزات الولد وهي تمشي للكوري ودارت داكشي اللي قالت لها. النهار الثاني وصل الباتول، بقى عليها متى وصل الصباح باش تمشي تحل الكوري باش تشوف ولدها. ولكن منين حلات الكوريا سيادنا ما تخيلوش معايا شنو لقات الولد اللي كان غير ناعس وما قادرش يتحرك، وكثر من 4 سنين وهو ينعس وشاد الفراش، لقاتو كيجري وكيلعب مع الغنم في وسط الكوري. هنايا الباتول تصدمات، مشات كتجري عند العربي كتعيط ليه وكتقول ليه اجي تشوف شنو لقيت في الكوري مع هاد الصباح. هنا سيادنا العربي منين شاف داك المنظر حتى هو تصدم، ما بقى فاهم والو. ولكن من بعد منين تقرب من الولد وجرى عنده ما قطاتو فرحه. الولد سيادنا رجع طبيعي، ولا كياكل ولا كيهضر ولا كيتمشى ولا عايش بخير وعلى خير. كاع داكشي اللي كان فيه مشى بدقه واحده. ديك المراه الكبيره اللي كانت جنيه في صيفط انسان غبرات ما بقاتش كتبان. هنايا الباتول شدات ولدها عندها وبدات كتعيش معاه وكتولفو شويه بشويه. والباتول حتى هي رجعت لصحيحتها ورجع داكشي كاملو غير هضره. كلشي داز وكلشي ولا غير تعاود. كيف العاده سيادنا وصلنا لنهايه القصه اليوم. الا عجبتكم القصه ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم، والناس اللي باقي ما تفرجوش في القصص الاولين غيطلعوا لكم كاملين هنا في اخر الفيديو. نتمنى لكم فرجه ممتعه. كان معكم خوكم المزواري، نتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.